هو. الجمهور بقى قعد فتره مش عارف يفرق بين الاسطى ويحيى، وده بجد على فكره ناس كتير ما كانتش تعرف ان يحيى هو الاسطى. وهنا بقى يجي سؤال، انت بتحب مين، الاسطى ولا يحيى؟ الصراحه انا كعبسيني وبحب يحيى جدا اكتر من الاسطى. ليه؟ لان يحيى انسان قوي، يعني في كل التجارب البشريه اللي عاشها كانت حياته بايظه وهو اللي عدلها، وكان بيعمل اشياء مش وحشه بس هنقول هو نفسه غير راضي عنها، وحس منها واعترف وتصالح مع نفسه، وكان في مستوى ثقافي وطور من نفسه، بمعنى اصح غير من نفسه وعاش تجربه كامله. بس الاسطى مهما حصل شخصيه تخيليه، شخصيه غير واقعيه. يعني مثلا ناس كتير تعرف يوسف القط وتعرف عوضين، ويوسف قرر ياخد هو شخصيه الكارت اللي بيغلط، وان عوضين هو اللي بيمسحه وبيمسح المعالق بس برضه الصراحه. بس هل حد حط في عين الاعتبار ان يوسف عبقري في انه عرف يدخل في اعماقك ان عوضين شخص بجد؟ لا وكمان عمل له صفحه على التيك توك وعايشك زي ما بيقولوا الوهم، مع ان كل ده يوسف بالنصايح والاغراءات والجلابيه، هو كله يوسف. حابب اشكر يوسف جدا على الفيديوهات بتاعته لان هي بتفيدني جدا وبتفيدنا كلنا. اتمنى ربنا يزيده من النجاح. نرجع للوسط.